النهارده انا برشح لك مهاجم زي ما الكتاب بيقول، بس الترشيح ده مش مني انا شخصيا، ده من شخص اسمه احمد سامح، اللي بالمناسبه كان مرشح قبل كده يسر وحيد وعبد الرحمن البنوبي للنادي الاهلي. وفي بعض الناس على اليوتيوب بتدعي انهم هم اللي بيرشحوا اللعيبه دي للنادي الاهلي، وده علشان يثبت للناس ان هو عينه حلوه وكده، بس لازم تدي لكل واحد حقه، وده ترشيح من شخص اسمه احمد سامح. بس ما علينا، ده مش موضوعنا النهارده هنتكلم عن لاعب هو ظهره للمرمى بيعرف يسجل جول وعنده احساس بالمكان اللي واقف فيه، مهاجم سريع ولسه صغير وقيمته التسويقيه مناسبه للتعاقد معاه. كلامنا النهارده عن المغربي محسن بوريكا، لاعب المغرب الفاسي. زي ما قلت لك ان هو لاعب سريع والفينش بتاعه كويس قوي قدام المرمى، وغير كده انه مميز قوي في ضربات الراس. فانت محتاج ايه تاني في المهاجم؟ مجهز لك بروفايل كامل عن اللاعب هوريك فيه كل حاجه. بس قبل ما نخش في الفيديو، عارف ان في ناس كتيره مستغربه ان بقالي اكتر من شهرين مش بنزل على القناه، وناس كتيره الحمد لله لقيتها كاتبالي في الكومنتات ما بقتش تنزل ليه، وده ان دل فهو بيدل ان الناس لسه فاكراني والناس بتسال عليا وعاوزه تعرف فعلا انا مختفي فين الشهرين اللي فاتوا دول. على السريع كده حابب اقول لك ان الغياب ده كان بسبب ان انا كنت مهتم بالقناه البديله، الكلام ده الفتره اللي فاتت، والحمد لله بفضل الله قدرت ان انا في حوالي شهرين ونص يكون موجود فيها 60,000 مشترك، وده بفضل الله طبعا. فتعالى بقى نشوف الفيديو بتاع النهارده بيقول ايه، وفي اخر الفيديو اكلمك شويه عن القناه البديله اللي فيها محتوى هيعجبك باذن الله. المهاجم اللي معانا النهارده محسن بوريكا، لاعب مغربي من مواليد 2000، يعني عنده كده حاليا 24 سنه، وبيلعب في فريق المغرب الفاسي. مقدم موسم ممتاز مع فريقه لحد الان. اللاعب قيمته التسويقيه 350 الف يورو بس انا بقول لك ان خلال موسم او اتنين قيمته التسويقيه هتعدي ال 2 مليون يورو، لان اللاعب بيتطور بشكل كبير قوي. اللاعب بيلعب راس حربه، واحيانا كده في بعض المباريات بيلعب جناح يمين او جناح شمال، وبيأديها بشكل كويس برضه في المركز ده. اللاعب بيسجل بكل الاوضاع، ولاعب خفيف. هنا استلم وظهره للمرمى، عمل واحده دبل كيك عالميه تبين لك بقى ان اللاعب ده حاسس بالمكان اللي هو واقف فيه ومركز طبعا. ودي لقطه ما كانتش صدفه، لان هنا عاوز يكررها تاني بس الكره ما لبستش في وش رجله، وبتتكرر تالت مره وكانت على بعد سنتي واحد. كمان من الحاجات اللي لاحظتها انه بيروح للكره مش بيستنى الكره تجيله، وهنا كره صعبه لاي مهاجم، لا وضعيه جسمه تسمح له اللي هو يلعبها، ولا حتى المكان اللي هو كان فيه يسمح له اللي هو يسجل براسه. بس هنا هو عمل كل حاجه، راح للكوره ووجه براسه وعمل كل حاجه صح في الكوره، وبعدها على طول بيعمل واحده تانية براسه برضه علشان يسجل هدفين براسه. واللاعب فعلا هدر عالمي، وكل دي حاجات توريك ان هو براسه بيحاول كتير، وانه بيعرف ياخد اماكن كويسه يتمركز فيها، وحتى لو الكوره بعيده عليه وميته بيروح لها ويحييها تاني، وبتبقى هجمه خطيره. اللاعب ليه لقطات كتيره ممكن اننا نعمل عليها فيديو كامل، بس تعال نشوف اللاعب عمل ايه في المواسم اللي لعبها في المغرب. طب قبل ما اقول لك هو عمل ايه الموسم الحالي مع فريقه، هقول لك الاربع مواسم اللي لعب فيهم عمل فيهم ايه، لان هو اساسا ما لعبش الاربع مواسم. فتعال نشوف بدايته. هو عموما اول 3 مواسم ما قدرش يشارك بشكل كبير مع فريقه، بس الموسم الحالي انفجر. يعني في موسم 2020 2021 بدأ بوريكا مع فريق نهضة خميس المغربي، ما لعبش معاهم الا 7 مباريات باجمالي دقايق 161 دقيقة، يعني ما جابش حتى ماتشين على بعضهم، وعمل فيهم اسيست. وده اول موسم لبوريكا مع فريقه. اما تاني موسم وهو موسم 2021 2022 اللاعب ما لعبش اي مباراة بسبب المدرب، علشان اللاعب ما يستناش كتير وينتقل في موسم 2022 2023 الى فريق المغرب الفاسي، ويلعب معهم 10 مباريات بيسجل فيهم هدف وحيد. بس لان المدرب كان عارف ان هو اللاعب موهبة وانه لسه صغير في السن وعنده 23 سنة، اداله في الموسم اللي بعده على طول. وفعلا في الموسم الحالي بينفجر مع الفريق، في 25 مباراة بيسجل 10 اهداف وبيصنع 3، ده غير طبعا الاداء المميز وتحركاته المميزة اللي بيعملها في الملعب. وكمان بيسجل امام كبار الدوري المغربي، بعد ما سجل هدف التعادل امام الوداد، وسجل امام كمان الجيش الملكي صاحب الدوري المغربي اخر نسخة، وسجل امام نهضة بركان وامام المغرب التطواني. يعني اللاعب حرفيا بيسجل في كل الفرق الكبيرة، وبيسجل دايما اهداف حاسمة. برايك بقى اللاعب ده يستحق ان هو ينضم للنادي الاهلي ولا لا؟ وده كده كان فيديو النهارده، خد لك بصة كده على القناة البديلة وباذن الله تعجبك.